هاني سعد اسم يمكن أول ما تسمعه يجي في بالك إنه جوز الفنانة درة، ولكن الحقيقة أكبر من كده بكتير. مهندس معماري ورجل أعمال مصري بدأ من تحت الصفر، واللي حواليه كانوا بيقولوا له مش هتعرف، ولكن هو شايف نفسه عبد الغفور البرعي. بدأ بمكتب في شقة صغيرة وقدر يبني براند عالمي بعد 21 سنة. النهاردة بقى الملك اللي سيطر على الشغل في مراسي وهاسيندا والقطامية والعلمين، وحكايته لسه فيها كتيرة. عايزين تعرفوها بالظبط؟ يلا بينا نكمل الفيديو ده مع بعض للنهاية. هاني سعد اسم ممكن يكون جديد على ناس كتيرة، خصوصاً لما بيعرفوا إن زوج النجمة درة، ولكن ورا الاسم ده قصة كفاح وإصرار تتدرس. الراجل ده مش مجرد مهندس معماري ورجل أعمال مصري، لا، ده نموذج حي لشخص حلم بحاجة ومسكتش لحد ما يحققها. كلنا عارفين إن الوصول للقمة مش سهلة، بس هاني سعد كان عارف كده من الأول. بعد ما خلص دراسة الهندسة المعمارية في جامعة مصر الدولية لمدة 5 سنين، قرر إنه مش هيشتغل عند حد. القرار ده كان مفاجأة لأهله، خصوصا أبوه اللي كان متضايق جدا من فكرة إن ابنه يشتغل لوحده من غير لا مكتب ولا شركة. أمه حاولت تقنعه إنه يتدرب في أي مكان، بس هو كان عنده رؤية، هيجي يوم يبقى عندي شركة وناس بتشتغل وعربيات. ردت أمه وقتها بكل بساطة وقالت ربنا يرزقك، بس بأمارة إيه؟ وده كان السؤال اللي مش سايبه في أي حتة. خطيبته الأولى سابته وأبوها قال له جملة ممكن تضايق أي شاب: يا ابني أنت ما تقدرش تفتح بيت. ولكن هاني سعد كان عنده يقين أكبر من أي كلام. فضل شهور ينزل يدور على زباين من بعد الفجر لحد العشاء، بيلف في الشوارع وأهله كانوا شايفينه مش طبيعي، ولكن كان جواه عبد الغفور البرعي اللي عايز يبني إمبراطورية من الصفر. بعد ما سابته خطيبته قرر يحول شقة دور أرضي كان باباه سايبها له علشان الجواز لمكتب. المشكلة إنه ما كانش معاه فلوس يفرشها. حل المشكلة بطريقته هو، عمل أوضة واحدة مكتب وجاب الكمبيوتر بتاعه من البيت يشتغل عليه. ومن المكتب الصغير ده بدأت قصة كفاح ونجاح هاني سعد. ومع مرور الوقت وبعد ما حالته اتحسنت شوية فكر يعمل دعاية لنفسه. وقتها ما كانش فيه سوشيال ميديا، فكانت الطريقة الوحيدة هي الكتالوجات اللي بتتحط في المعارض. هاني كان عنده حلم بسيط ولكنه قوي، إنه يبقى أحسن واحد في مجاله وإن اسمه يبقى رقم 1 في مصر. حلمه ده ما كانش مجرد كلام، ده كان هدف بيشتغل عليه كل يوم. والنهاردة وبعد 21 سنة شركته بقت براند عالمي. اللوجو بتاعها أسد مش مجرد شكل، ده رمز لرؤية هاني سعد من البداية: أنا عايزة بقى الملك والمسيطر. وفعلا بقى الملك بحق وحقيقي، وعمل أكتر من 1000 مشروع في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط. ومش بس كده، ده بقى مسؤول كمان عن أكبر المشاريع المعمارية والديكورات في البلد، زي هاسيندا ومراسي وقطامية هايتس وأخيرا العلمين الجديدة. هاني سعد له عاداته الخاصة اللي ماشية معاه من 20 سنة، واللي هي إنه بيصحى الساعة 6 الصبح سواء في الأيام العادية أو في الإجازات أو حتى في المصيف. ولما بيحس إنه عمل إنجاز كبير في شغله بيكافئ نفسه بعربية، وعلشان كده الجراج بتاعه دلوقتي مليان بأفخم وأغلى العربيات، بعكس أول عربية جابها في حياته واللي كانت ميتسوبيشي كولت موديل 96. وبيقول عن نفسه إنه مجرد لافري رزق لناس تانية. وعلى الرغم من كل النجاح والثروة دي لسه متضايق من جواه بسبب إن أبوه ما شافهوش وهو في قمة نجاحه. بيقول كان نفسي أبويا الله يرحمه يكون مقتنع بيا ويشوفني دلوقتي، هو ما شافنيش في مرحلة النجاح وعمره ما كان يتخيل إني أوصل له. وده كان أكبر دليل إن النجاح الحقيقي مش مجرد فلوس وشهرة، ولكن هو إحساسك إنك حققت اللي كان نفسك فيه وإن الناس اللي بتحبها فخورة بجد بيك. قصة هاني سعد بتلخص إن النجاح ملوش وصفة سحرية، ولكن ليه 3 حاجات: حسن الظن بربنا، الطموح العالي، والسعي. وده درس مهم لكل شاب بيفكر يبدأ مشروعه أو يحقق حلمه.